ليش تحتارين كل يوم شوربة تسويها برمضان؟ أكيد العراقيين يعرفون إنه كل يوم لازم على الفطور شوربة، فراح تحتارين لأن تعدى أكثر من 15 يوم من رمضان، يعني الشوربة كل الشوربات خلصت، اللي هي شوربة ماش، عدس، خضار، بصل، أي نوع شوربة. الآن جبت لكم شوربة كلش حلوة، وجبة غذائية، ترهم تكون شوربة وترهم تكون غذاء كامل الدسم وللأطفال، ووجبة رئيسية برمضان. أكيد عرفتوها من شكلها. راح أسوي وياكم يخني دجاج. يخني دجاج إذا سووه بعد ما يحتاج تسوون وياه شوربة، وبنفس الوقت الأطفال أيضا يحبوه يقدرون يأكلوه بسهولة، يعني لا تحتارين بأكله لعائلتك. اليخني الدجاج أول شي راح نجيب عندنا هنا دجاجة، اللي يحب يجيب دجاجة واللي يحب يجيب أفخاذ دجاج. أنا هنا أفخاذ دجاج جبت، الأفضل والأسهل إلي، فجبت أفخاذ دجاج على عدد، طبعا جبت 6. حطيت ماي فاير وبديت أضيف عليه البهار اللي حتى تشيل الزفارة. الفورة هنا راح أخذ فورة فقط واحدة، البهار اللي حطيتها فقط حتى تشيل الزفارة، اللي هي فلفل أسود، بهار دجاج، وكزبرة. حبيت ذني أضيفهم فقط. بعد ما فورتهن واخذن فورة على الطباخ، فورة واحدة لا أكثر حتى لا يروح طعمهن، تروح فقط الزفارة بأول فورة من الدجاج. إحنا نسلق الدجاج أول فورة حتى تروح الزفارة منه. جبت هنا عندي 3 حبات من الثوم، وحبة بصل كبيرة أو متوسطة حسب الحاجة. أنا هنا استخدمتها متوسطة. حطيت جدرية على النار، حطيت بها شوية زيت، وحطيت عليها البصل المثروم ناعم. أبدأ أقلب شوية بالبصل إلى أن أحس إن هو بدأ يذبل. بعدها أضيف الدبابيس الدجاج، أو معنى آخر أفخاذ الدجاج، بعض يسموه دبابيس بعض يسموه أفخاذ. بديت أضيفهم كلهن، وأبدي أقلبهن مع البصل حتى ياخذ نكهة البصل والثوم. قلبهن مع البصل والثوم حتى ياخذ نكهته، لأن بصراحة من يتقلبن ياخذن النكهة ويتغطن شوية يصير طعمهن بعد أطيب. إضافة إنه أنا أريدني ياخذ اللون أصفر أيضا حتى يكون شكله حلو، أشقر حلو، يعني ما يظل لون الدجاج الأبيض. فلهذا حاولت أحمسهن، لازم أحمسهن شوية حتى ياخذن اللون الأصفر، أو اللي احنا نقول عليه الأشقر. تمام. بعدها جبت مي وبديت أضيف على الفخاذ، ضفت حوالي دوركتين مي، طبعا إلى أن يتغطى الدجاج أو يتغطت الأفخاذ بالمي. بديت أضيف البهار اللي أنا أحتاجها، اللي هي الفلفل الأسود والكزبرة فقط. هاي الحاجتين اللي أنا ضفتها. ممكن تضيفوا لها شوية كمون لو حابين، يعني حسب الرغبة أنتو، يعني مو بهار أساسي. تمام. بعد ما أخذن الفورة فورة قوية واستوت الأفخاذ وياي، شلتهن من المي. هسه المي أنا منقعة هنا عندي تمن عنبر، منقعته قبل بساعة، ومارته شوية بيدي بعد ما تنقع، مرده شوي حتى ينهري، يكون حبايته مهرية أريدها. بعدها غسلة زينة وأضيفها على مي الأفخاذ، وأضيف معه بعد ما استوى التمن وانهرى زين مثل ما تشوفون هذا شكله، ضفت عليه الحمص طبعا. هنا إذا احنا حمص أنا مفوتها قبل بيوم وضعته بالفريز، يعني طلعت وجبة من عنده وحطيته. آخر شي بعد ما استوى وتجانس راح أضيف الأفخاذ طبعا، أو هنا الدبابيس. ضفتها وقلبتها بهذا الشكل وغطيتها، خليتني فورا مع بعض حتى يتجانس المكونات كلها مع بعض، تتجانس الأفخاذ مع التمن مع الحمص مع البصل، كلها تاخذ النكهة مع بعض تتجانس. يكون هذا هو استوى اليخني الدجاج هنا بهذا الشكل. طبعا نسيت أقول شغلة، أنا ضفت له كركم، نسيت أقول، فلهذا هو لونه أصفر، يعني أنا ضفت له كركم بس نسيت فقرة الكركم أقولها. هنا ممكن تاكلوا بعدة طرق. أنا الطريقة اللي احنا نحبها بالبيت واللي أنا أحبها أكثر والأكثر يعني محبة لقلبي، هي إنه أنا أفرد بها خبز، بعدها أضيف عليه الدجاجيك احنا عبارة عن الروبة، وأضيف عليه شوية حامض وثوم، وأثرم أيضا ثوم ناعم وأحط عليه، أو أستخدم اللبن العربي اللي هو يكون حامض وأضيف عليه الثوم فقط. تمام، يعني أريدها شوي تكون حموضة. طبعا ضفت على الروبة حامض لأن أريدها بحموضة، وإذا لبن عرب ما يحتاج لأن هو حامض، وينضاف عليه ملعقة فوق الثريد وتاكلوا بألف عافية. طبعا طعم ما أقولكم عليه كلش طيب ونكهة كلش طيبة. هنا عندي الطرشي اللي أنا سويته وياكم الأصفر، أما الطرشي الأحمر لسه ما سويته، إن شاء الله أسويه وأنزلها لكم بوصفة. هذا الطرشي الأحمر والأصفر اللي أنا مسويته أيضا ممكن ينكال وياه طرشي.
الأكلة كلش طيبة ورهيبة. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.